فوز الاهلي 1-0 على سيراميكا كليوباترا، والاهلي في طريق الانتصارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، نعمل اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. شفنا الماتش امبارح، هو طبعا الناس كلها كانت مستنية اداء اقوى من ده بكتير. قلنا بقى عايزين بقى بعد الكلام اللي الجمهور قالوا للعيبة، بعد الاجتماعات اللي حصلت، بعد ما اتكلمنا كتير جدا، هو الاهلي عامل اللي عليه. احسن بكتير من المباريات اللي فاتت، واحنا شفنا الكلام دوت. وشفنا اللعيبه كانت بتقاتل ازاي وبتلعب ازاي بروح. بقى الماتش ده لا كان فيه روح بقى، وكان فيه لعب، وكل واحد عايز يثبت، وما كانش فيه انانيه الى بعض ما، والكلام ده كلنا شفناه. وقلنا بقى خلاص عشان نشوف جو جديد. الاهلي يعني الاداء كنا عايزين اعلى من كده، نتيجة اعلى من كده. احنا ضيعنا كور ياما، اخطاء كارثية في التحكيم، اكن التحكيم كمان جاي علينا. يعني الاهلي في مأزق. الاهلي في يعني اللعيبة يعني مش في كامل تركيزها، متشتتين. كل حاجة بتحصل، وكمان الحكام علينا. يعني كل الناس طالعه بتنتقد الاهلي، تنتقد الحكم، تقول لك ازاي ما حسبش ضربه جزاء لسيراميكا، ازاي مش عارف ده ياسر ابراهيم ضارب الولا، ده ياسر ابراهيم مش عارف ايه. كلها بتتكلم وبتشوف الجانب اللي هو ضد الاهلي. طب ما تيجي تتكلم بقى بحق ربنا كده وكلمه حق، اتكلم بكل صدق وامانه. عندك في اول الماتش كرة طاهر. كرة طاهر دي خلاص هو اصلا رايح للكرة والكرة قدامه، لعب سيراميكا اداله كوع برضه وقعه. الحكم ساعتها ما راحش للفار ليه؟ ما انت جاوب. الحكم ساعتها ما راحش للفار ليه؟ كرة بن شرقي ليه كورتين. كورة كان بيعدي بيها، لاعب سيراميكا واقع واخد الكرة في ايده، الحكم ولا حسب اي حاجة. كرة ثانية لبن شرقي شاطها برضه، خبطت في ايد لاعب سيراميكا، الحكم برضه ما حسبش حاجة. الحكم اكنه مش شايف اي حاجه. كره بسام، الكره دخلت عدت خط المرمى، حتى الفار ما رجعش خالص ليها. الفار ما رجعش يبص عليها ولا ينده الحكم يقول له تعالى بص. مفيش. فانتوا بتتكلموا على كره واحده، ما هو في كذا كور ضد الاهلي، ومش في الماتش ده بس، في الماتش كمان اللي فاتت. ففي جانبيات ياما قوي لا نبص عليه. عايز تتكلم كلم بحق ربنا، اتكلم على مجمل الماتش كله، ما تمسكليش في لقطه واحده بس وتعمل لي عليها بوليكه. طبعا الزمالك على رأي محمد رمضان سامع بكبك بتخبط. نادي الزمالك طبعا هتشوف النادي الاهلي في انتصارات، وسيد عبد الحفيظ خلاص راجع النادي الاهلي تاني، فقوام الاهلي بيكتمل. وان شاء الله في ماتش الزمالك احنا هنشوف اداء باذن الله، وهنرد عليهم في الملعب. انا بقول لكم اهو، افتكروا سيبوا الفيديو ده، هنرد عليهم في الملعب باذن الله. طبعا تقييم اللعيبه، يعني محمد الشناوي ما اختبرش لقد كده، ممكن محمد الشناوي 4/10. نيجي لمحمد هاني. محمد هاني يعني على قد ما انا كنت بتكلم وبنتقده، لا محمد هاني صراحة بقاله كام ماتش مع المنتخب عاجبني جدا. محمد هاني 6/10. بيكهام يعني بعد ما اتصاب، انا من رأيي اللي هو يركب اتوبيس سيراميكا ويرجع تاني من الاعارة اللي احنا اخدينه منها. خلاص كده حلو قوي عليه كده بيكهام. ياسر ابراهيم اسمه ايه؟ اسمه ياسر رجولة. ياسر ابراهيم ده ياسر رجولة، اديله 8/10. مقاتل. ده بقى اللي بيحسسني بروح الفانيلا الحمراء دلوقتي. راجل وبيلعب بجدية وبيلعب بخشونة، هو ده. عندك كوكا. كوكا من 10، مش هقولك اكتر من كده. يعني ما اعرفش كوكا ايه اللي بيحصل، انا مش شايف كوكا. عمر كمان لما نزل ده كارثة لوحده. اخر ربع ساعة الكرة 3-على 3، اعمل عرضية شوت، اعمل اي فنت، اعمل اي حاجة. كرة خطيرة للاهلي، لقيت لك عمر كمان راجع بيها. راجع فين يا عمر؟ راجع فين؟ 0/10. طاهر محمد طاهر في نص الملعب، كرة لو عمل بس وسطه كده كان هيودي بن شرقي. كان 3/3 او 3/2 كمان للاهلي. لقيته بيرجع كرة الشناوي. انت بتعمل ايه صباح الفل؟ الشحات يلعب عليك اساسي. يعني الشحات يلعب عليك اساسي.
حسين الشحات نزل ربع ساعة عمل شغل، ربع ساعة بس عمل كذا تمريرة، ادى واحد لجريديشار. انت بتعمل ايه يا جريديشار؟ بتعمل ايه؟ ده جات لك كرة سهلة جدا، ده عدي الدباغ بتاع الزمالك على قد ما احنا بنقول تقيل ومش عارف ايه، راح انفراد وحط جون جميل من فوق الحارس. يعني ما اعرفش، محمد شريف تعبان خالص، ده 0 من 10. محمد شريف بيتقمص، ايه ده ما جاتليش كرة مش لاعب. محدش بصالي يبص الكابتن عماد النحاس، انت مستني ايه يعني؟ هيدوك الكرة في رجلك، ما تلعب، ما تلعب. طبعا تريزيجيه رجل المباراه، من احسن ماتشات لحد دلوقتي لتريزيجيه، جون ارتو عالمي. بدأ بقى يلعب، بدأ يلمس، بدأ يلاعب الفرقه طالما بقت التيم وبنلعبه من لمسه واحده ونلعب جماعي، لا هنلاقوا اداء وهنلاقوا احسن من كده بكتير. واخواننا اللي بيشمتوا يقول لك بصوا علشان خاطر زيزو متصاب اهو وشه وحش على الاهلي. يا ابني انت في ايه بالظبط؟ هو للدرجه دي غيظكوا؟ للدرجه دي؟ انتوا محظوظين اللي هو اتصاب ومش هيلعب ماتش القمه. دي اكتر حاجه مزعلاني، اكتر حاجه مزعلاني عشان كان هيجيب فيكوا جون. نيجي لمروان. مروان انت ما جيتش، يعني مروان عطيه في الماتش ده انا ما شفتوش، ما حسيتوش. ديانج حتى لما نزل تايه. بن رمضان امتى هتبطل الحركات بتاعتك دي؟ امتى كنت بتلعب عمال تزق هنا، عندك فرط حركه، بتضرب لعيب، بتاخد يعني مش عارف، انت مش مركز خالص. شفنا ادائك في كاس العالم للانديه كنت مدغدغ الدنيا، في الدوري في حاجه غلط. مش انت اللي بتلعب، مش انت ده. يعني بن رمضان 2 من 10 بالنسبه لي، وانا كده كارمك، انا كده كارمك جامد جدا. فاتمنى اللعيبه بقى يعني ان شاء الله في الماتش اللي جاي عندنا ماتش زي حرس الحدود الماتش الجاي، اتمنى بقى خلاص احنا عوده الانتصارات تاني للنادي الاهلي. نتمنى بقى نرجع بقى تاني ونبقى مرعبين تاني عشان خاطر استعدادا لمواجهه نادي الزمالك، ونرد عليهم في الملعب ونعرفهم احنا مين عشان ينادوا علينا كويس في المدرجات. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، اتمنى من الله عز وجل ان الحلقه تكون عجبتكم، والقاكم في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله.